أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. هم حجج الله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. علينا 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 بزغ نورك يا ابو المهدي. علينا 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 ولجل حبك على العالم. والله علينا علينا تهانينا لابو الحمله. علينا 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 من هذا الحفل نبعث تحية صلوات. عسكري عسكري للكون نبعك طفح يروي الأرض. عسكري عسكري منصوب بيرغ شرف باسمك وسط. عسكري وفاء شيع عوض الجند إلك. يابا عسكري وجند إلك صرت أنا من مهدي من غير هالأمم يا سيدي. مهدي والد إمام العصر ذاك البدر. مهدي والمهدي منك فرع وانت الأصل. عسكري أسعد الله أيامنا وأيامكم إن شاء الله. هاي الأيام على رواية مولد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. حبينا شوية نحييها ولو ببعض العبوديات والأهازيج والأفراح، ولو بسيرة مقتربة عن الإمام العسكري عليه السلام. ثم نعرج على صاحبة هذه الليلة السيدة العظيمة لهذا المجلس مسمى باسمها إن شاء الله. وهاي الليلة مجلسنا الليلة مسمى باسمها السيدة العظيمة الجليلة زوجة أمير المؤمنين أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. خلي أول مرة نعرج على سيرة العسكري عليه السلام بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل الله تعالى في فرجهم ونعمة الله على أعدائهم. إخواني، الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه من أكثر الأئمة مظلومين تاريخيا، واللي مع الأسف واحد لما يروح يبحث بالتاريخ ويشوف عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام يشوف الظلامة الكبيرة. تدرون هو أقصر الأئمة إمامة، يعني مدة إمامة، أقصر الأئمة مدة إمامة، أقصر الأئمة عمرا الجواد عليه السلام 25 سنة. من بين المعصومين طبعا الساراء روح لها الفداء. من بين الأئمة الطاهرين الإمام الجواد 25 سنة عمره. أما الإمام الحسن العسكري عليه السلام كأقصر مدة إمامة 6 سنوات فقط. 6 سنوات كمدة إمامة، من شهادة والده الإمام الجواد عليه السلام إلى شهادته 6 سنوات. هذه المدة التي استلم فيها مهام الإمامة. وأي مهمة استلمها الإمام؟ مهمة أنيطت به مهمة 124 ألف نبي والمعصومين صلوات الله عليهم صارت على رأس الإمام الحسن العسكري وحده الفداء. تقولي شلون؟ أنا أقول لك. المهمة الأولى التي أنيطت بالإمام الحسن العسكري عليه السلام والعظمى والأهم والأكبر هي مسؤولية حفظ ولي الله الأعظم والمقيم لدولة العدل الإلهية. إن لله دولتين، دولة حق ودولة باطل. حديث في الكافي لعله موجود، هذا الحديث رواية الشريفة عن الأئمة المعصومين. إن لله دولتين، لله دولة حق ودولة إبليس، أو دولة الله ودولة إبليس. فإذا الله أراد أن يعبد علانية كانت دولة الله، وإذا أراد أن يعبد خفاء كانت دولة إبليس. إذا صارت دولة إبليس اضطر الناس أن يعبدوا الله خفاء بالتقية وغيرها، كما فعل أمير المؤمنين وكما فعل هابيل من ذاك اليوم، وكما فعل هبة الله شيث لما أتى قابيل وهدده وقال له إذا أنت سويت وأعلنت أن أنت لك فضل من الله عز وجل كما كان لهابيل فضل من الله لأقتلنك كما قتلت أخاك هابيل. الإمام الصادق يقول وكانت التقية من ذاك اليوم. دولة إبليس يعبد الله فيها خفاء وليس جهرا. المقيم لدولة العدل الإلهية اللي الله عز وجل يعبد فيها جهرا ويملأ الأرض قسطا وعدلا. شايفين مثل هذا التعبير أصلا في أحد من الأنبياء، في أحد من الأوصياء، في أحد من المعصومين؟ شايفين مثل هذه الكلمة؟ يملأ مو يعني 70% ولا 80% ولا 90% ولا 99.9، لا 100%. يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا، اللي هو صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان الحجة ابن الحسن ابن محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الإمام الموعود روح له الفداء وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. الله يكحل عيونه إن شاء الله بنظرة منا إليه. هذا الإمام الموعود مسؤولية حفظه ومسؤولية الحفاظ عليه ومسؤولية إخفاء ولادته كانت مناطة بالإمام الحسن العسكري روح له الفداء. 124 ألف نبي، كل واحد يبشر بالثاني وكل واحد يبشر برسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن يأتي رسول الله ويبشر بالإمام الموعود روح له الفداء. رجل مني من ذريتي يملأ الأرض عدلا وقسطا، المهدي، الحجة، كذا كذا. وهاي الأوصاف اللي يعطيها رسول الله صلى الله عليه وآله لولده. هاي مسؤولية الحفاظ عليه لمن صارت؟ للإمام الحسن العسكري عليه السلام. فواحد من يروح يراقب سيرة الإمام الحسن العسكري لازم يعرف شنو المسؤولية الكبيرة. مثل ما كان عبد الله والد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت مناطة به مسؤولية الحفاظ على رسول الله، وأن يكون هذا النور في صلبه إلى أن يأتي إلى رحم آمنة روح لها الفداء وينتقل. اللي في الرواية لما صارت قصة الزواج بين عبد الله وآمنة في نفس الليلة في زواجهما بنى على آمنة صلوات الله وسلامه عليه وأحست بثقل محمد صلى الله عليه وآله في بطنها ورحمها. قالوا له لمن الاستعجال؟ قال لابد هذا النور لابد ينتقل بسرعة، أكو أمر على عجالة. كذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام. تعالوا شوفوا، راح إلى خادمه وقال له أعرفك، أنت من أولاد أبو أيوب الأنصاري، وأنتم بيت طول عمركم مع أمير المؤمنين وتحبون أمير المؤمنين عليه السلام. أنا أريد أكلفك بمهمة عظيمة
قال له شنو يا سيدي؟ قال له تروح لبغداد، ذاك النهر المعروف، عند ذاك المكان، عند ذاك المعبر، تنتظر اكو واحد نخاسي من الروم يأتي ينادي، اكو جارية مؤمنة عفيفة مستورة، اذا ضربت صرخت بالرومية واحد كستراه، هاي تشتري هاي الجارية وتأتي بها إليك. نرجس وما أدراك ما نرجس، روح إلى الفداء، مليكة صقيلة السيدة العظيمة الجليلة. قال له هذه مصطفات من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليها، آل محمد اصطفوها، نرجس سلام الله عليها، اللي في الرواية الشريفة بأبي، الإمام يقولون على الإمام المهدي عليه السلام بأبي ابن خيرة الإماء، ابن خيرة الإماء، هذه السيدة خيرة الإماء. فالإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت هاي وظيفته، أنه يأتي بهاي الجارية ويتزوجها، ويكون المهدي من نسله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الرحم الطاهر، في هذا الحجر الطاهر، حجور طابت وأرحام طهرت لم تدنسها الجاهلية ولم تلبسها من مدهمات ثيابها، هاي الحجور الطاهرة. الإمام سلام الله عليه كانت مناطة به هذه الوظيفة. مو بس هذه، حسبالكم ما دفع الإمام الثمن؟ لا والله دفع الثمن غالي. مراقبة مستمرة على الإمام الحسن العسكري عليه السلام يوميا منذ أن أتي به إلى سامراء المقدسة. يابو من المدينة لحد سامراء، مراقبة يومية. وكان الإمام مرتين باليوم يطلع يروح إلى القصر العباسي، إثبات وجود، ما طلع من سامراء. هذا إثبات وجود أنه بعد ما طلع من سامراء ترى موجود، ماكو تحركات، ماكو لقاء مع بعض العلويين، مع بعض الشيعة، مع بعض الموالين، مع بعض المحبين اللي يأتون للإمام سلام الله عليه حتى شوية هذا كذا وينظم. لعله البعض يتصور أن الإمام راح ينظم عسكر، ينظم كذا، ينظم. لا، مرتين الإمام سلام الله عليه بالأسبوع لازم يروح إلى القصر العباسي حتى بس يثبت وجوده، بس نبي نشوفك بسامراء أنت موجود لا ما موجود. هاي غير ما مخلي عليه حراسة مستمرة في بيته صلوات الله وسلامه عليه. ولما مرض الحاكم العباسي الملعون آنذاك سوى، راح إلى قصره وقال القاضي القضاة، قال له اجمع 10 من خلص أصحابك والناس اللي بالفعل موالين لك وجيبهم وخليهم على دار الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وروح نادي من الأطباء الحذقاء كلهم جيبهم خليهم هم دار الحسن العسكري. ومو بس هذا، خلي هذا خادمنا عبدنا المخلص لنا نحرير القاسي مروض الأسود عليه اللعنة، هذا اللي خلى الإمام في بركة السباع، هذا خليه هم فوق الإمام، خليه يشوفه شو يصير وياه. فمو شوية ترى عانى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكان الظرف ظرف تقية إلى درجة كان يقول للشيعة، كان يقول لهم ترى هاي الخاتم تخلونه بيمينكم علامة صارت لنا، أنا راح أشيل خاتمي من يدي اليسرى، من يدي اليمنى راح أخليه بيدي اليسرى حتى يصير لكم علامة، ترى ديروا بالكم. ظروف تقية شديدة لواحد يأتي من مكان بعيد يريد يروح يلتقي بالإمام الحسن العسكري عليه السلام. يا ابن رسول مشتاق يريد يشوف الإمام الحسن العسكري، الإمام الحسن العسكري يطلع من بيته. يعني واحد مشتاق، تتخيل أنت واحد مشتاق إلى إمامه يريد يروح يشوف إمامه يقعد في بيته يستفيد من درسه، يستفيد من حكم الإمام، من مواعظ الإمام، فجأة يلتفت وإذا لا الإمام ماخذينه حرس حواليه ياخذونه غصبا يطلعونه من بيته يودونه إلى القصر العباسي. الإمام التفت له، عرف ما في قلبه، عرف هذا واحد مشتاق يريد يشوف الإمام سلام الله عليه. مباشرة الإمام أشر له بإشارة، قال له لا تأتي، من بعيد سلم عليه، توصل لي يذبحونك ما يخلونك، لا تعرف، ما أريدك تعرف بين الناس، هذا محب للحسن العسكري، لا ما أريد يعرفون، راح يذبحونك، أنا أفعل هذا الشيء لأجل حفظكم، حفظ دمائكم. شايفين شلون الإمام الحسن العسكري عليه السلام قد عانى في حياته ما عانى؟ وسبحان الله، وهم سجنه ترى بالمناسبة، هم تعرض إلى السجن الإمام الحسن العسكري، خلوا عليه واحد تركي اسمه علي بن أوتاش، واحد تركي خلوه حل الإمام الحسن العسكري.
بعد فترة الحاكم العباسي أرسله قال له تعال ترى أنا قاعد أسمع عنك أشياء ما تعجبني. قال له شنو جاي؟ قال له جاي تخفف على الإمام، تلاطفه، أشوف خفف عليه الأحكام، تعامله بالرقة، ايش بيك؟ مو هذا وصيتك أنا بيه. أنا على سيرة آبائي هارون وغيره اللي هالشكل سووا بالإمام الكاظم عليه السلام، ايش فيك أنت جاي تعامل الإمام بملاطفة والرقة؟ قال له أيها الأمير شو أسوي؟ أنا أعامل الإمام سلام الله عليه بالقسوة إلى طفلي، أشو أقعد معاه أحاول أسبه يقول لي من الحكم والمواعظ، يعطيني من الآداب العامة، يعطيني من الأخلاق العالية، والله ما رأيت منه سوء. فاليوم أنا من الأيام شافني الإمام وإذا أنا ضايق خلقي، الدنيا سكت بوجهي، ضاقت علي الوسيعة، قال لي ايش فيك؟ استحيت ان انا اقول له، والحرس معاي وانا قائد الحرس، استحيت اقول انا شنو فيني. مرة اقول له ترى انا مرتي حامل والمرأة في حالة ولادة عسيرة وكذا. يقول فكلمني بالتركية ثم رفع يده الى السماء، الهي بحق جدي رسول الله الا ما خففت حمل زوجة علي بن وتاش. يقول أنا تعجبت، شنو هذا؟ شنو؟ أول مرة كلمني بالتركية، ثانيا أنا قاعد أقسو عليه، قاعد هالشكل أعامله، وهكذا يعامل، كيف أعرف ما في قلبي أصلا؟ يقول له اسمح لي بعد أنا ما أقدر أتعامل مع هذا الإنسان بالقسوة. هذا وراني من الأخلاق المحمدية العلوية. هذا إمامنا الحسن العسكري روح له الفداء. تعال شوف سيرته شلون، تعال شوف تاريخه وحياته روح له الفداء. ترى شنو من إمامه؟ والله إحنا لو نرجع بتاريخنا ونشوف أئمتنا عليهم السلام يتون بمثلهم، والله يتون بمثلهم. إلهي لو أنا أعرف شفعاء إليك أقرب من محمد وآل محمد لالتجأت بهم، بس ماكو ذول الأخلاق العالية والدوحة المحمدية العلوية الزهرائية، ذول الأخلاق العالية. إنما بعث لي وتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. العظيم الله يقول عن رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا رسول الله ورث هاي الأخلاق لآل محمد لأهل بيته روح لهم الفداء. وهكذا إمامنا الحسن العسكري عليه السلام. تعال شوف سيرته، شوف العجب العجاب، والله مقصرين في حقه. خلي واحد شوية لعله دعوة اليوم، أوجه الدعوة إلى نفسي، طبعا أنا أول المقصرين وأكثر المقصرين. أقول أنا لازم أروح إلى أشوف إلى سيرة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إذا فرق يوم خلي واحد منكم يخلي نفسه في هذا المجال. لو واحد قالوا له تعال أمام حفل بهيج، تعال تكلم ب5 دقائق على الإمام الحسن العسكري، مو حشو كلام آدابه وأشياء أو أمور، لا سيرته صلوات الله عليه، يعرف يستطيع 5 دقائق يتكلم بكلام عن سيرة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، شيء على الأقل يفيد الحضور، أو مو قضية يفيد الحضور، يفيده هو أصلا يعرف عن سيرة الإمام، فاهم سيرة الإمام سلام الله عليه. مقصرين في حقهم على الأسف. خلي واحد شوي يراجع كتاب بحار الأنوار، يشوف الروايات اللي واردة فيه، خلي يشوف مثلا هاي السلسلة من المهد إلى اللحد إلى السيد القزويني رحمة الله عليه، لعله فيها ما أدري فيها جزء الإمام الحسن العسكري، صح؟ العسكري من المهد إلى اللحد، أنا ما راجعتها، ولكن واحد مثلا يقدر يراجع هاي القضية، يقدر يراجع كتب السيرة المختصة في الإمام الحسن العسكري كثيرة ما هي. وهاي البحار دونك البحار موجود، كتابين بالبحار مثلا يتكلم عن الإمام سيرة الحسن العسكري عليه السلام. واحد يروح منتهى الآمال للشيخ عباس القمي، شيء بسيط مختصر ولطيف أصلا، واحد لما يقرأ يشوف سلس. الشيخ عباس رحمة الله عليه أسلوبه كان جدا جميل. باب كامل مدينة معاجز مثلا في مدينة المعاجز عن الإمام الحسن العسكري، خلي يشوف كراماته ومعاجزه. روح له الفداء صلوات الله وسلامه عليه. جعلنا الله وإياكم من خدامه إن شاء الله، ومن أنصاره ومن المتعلمين على والمنتهجين على نهجه وسيرته إن شاء الله. بركة محمد وآل محمد والصلاة عليهم. أما صاحبة المجلس أم البنين وحسبها ما أدخلته على آل محمد من أسعاده. أم البنين وما أدراك ما أم البنين، روح لها الفداء. تدرون أم البنين عظيمة كانت حتى عند العرب، هي وجدتها وعائلتها وأهلها. واحد من أعمام أم البنين اسمه عامر بن مالك، تدرون هذا كان
مفضل عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فرد يوم من الأيام مرض رسول الله، أرسل إليه قال: وين عامر بن مالك؟ قالوا له: مريض يا رسول الله. أخذ قبضة من التراب، رسول الله روح له الفداء، وبلها بريقه الشريف، قال: خذوه إلى عامر بن مالك. راح بمجرد ما أخذ هذا التراب شفي من ساعته ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. هذا واحد من أعمام ترى أم البنين، هذا عامر بن مالك، واحد من أعمامها، واحد من أعمام أم البنين لبيد بن ربيعة من عائلتها، معروف، صاحب شعر، صاحب فضل، صاحب مقام، اللي رسول الله قالوا له يوم من الأيام، هذا يروى بالتاريخ هالشيء، قالوا له: شعر الجاهلي شلون يا رسول الله، زين وزين؟ قال: هذا الشعر فيه باطل وفيه كذا، لكن الشعر اللي جيد شعر لبيد بن ربيعة. ألا كل ما خلا الله باطله. هاي بيت من سبحان الله، لعله الطرف الثاني أنا نسيته. ألا كل ما خلا الله باطله وكل شيء لا محالة زائله. أي ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل شيء لا محالة زائله. قال هذا أصدق بيت في الشعر الجاهلي. هاي لبيد بن ربيعة، واحد من عائلة أم البنين. واحد من عائلة أم البنين اسمه الضحاك بن سفيان، كان معتمد في قبض الأموال والخمس لرسول الله صلى الله عليه وآله. عند بنت اسمها فاطمة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي واحد من أهل أم البنين. بس أنا أهم أقول سيرة أم البنين مع الأسف مظلومة. أم البنين ترى على جدتها من اسمها أم البنين، تدرون؟ جدتها من اسمها أم البنين. وكانوا العرب أمام الملوك يفتخرون بجدتهم أم البنين. هذول بني حزام، بني كلاب، أسرة فاطمة بنت حزام الكلابية صلوات الله وسلامه عليه، أسرتها كانوا يفتخرون بأمهم أم البنين، الجدة الكبيرة. قايلين أم البنين هي فاطمة سلام الله عليها زوجة أمير المؤمنين، قايلين هي هاي السيدة تسمت على جدتها. وقايلين أيضا العرب عادة تيمنا بكثرة الأولاد يسمون البنت بأم البنين أو يلقبونها بأم البنين تيمنا بكثرة الأولاد، لأن هذا اللقب ما يطلق على الامرأة إلا إذا كانت لها 4 من الأولاد فما فوق. إذا كانت لها 4 من الأولاد فما فوق يكنونها بأم البنين، فتيمنا بهذا الاسم سموها أم البنين صلوات الله عليها. هذه الزوجة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه وروح لها الفداء. شايفين الحوائج شلون تنقضي بحق أم البنين؟ والله الواحد يتعلم الوفاء والتضحية منها. هذه اليوم من الأيام أبوها حزام رايح في سفر وطالع، وإذا به يغفى في عالم الرؤيا، يرى كأن فارسا يأتي إليه وهذا في يده درة. حزام يقول أنا في يدي درة، بعالم الرؤيا دا يشوف درة عظيمة نورها، يعني سبحان الله يغشى الأبصار. وإذا فارس عليه ذاك الهيبة وذاك المقام وذاك السؤدد، يأتي لحزام يقول له: بكم تبيعني هذه الدرة؟ فيقول: لا أعلم ثمنها. فقال له: بعني إياها وثمنها عالي. مضمون الكلام والرؤية. يقول قام من الرؤيا قص هذه الرؤيا على أحد أصحابه، قال له: شو تشوف؟ شنو معناها هاي تفسير الرؤيا اللي أنا شفته في عالم الرؤيا شنو؟ قال له: إن كانت رؤياك صادقة فإنك سترزق بذرية، ببنت طاهرة عفيفة كالدرة، ويتزوجها رجل عظيم ذو سؤدد ومهابة تنقاد له العرب. قال له: إن شاء الله إذا هاي تفسير رؤياك صحيح إن شاء الله يكون صحيح يتحقق. وين هذا؟ ورجع حزام من سفره إلى زوجته، وإذا بزوجته بشرته إنا قد رزقنا ببنت. كانت حامل، هو راح بسفر ورجع، كانت حامل، قالت قد ولدت ورزقنا ببنت سميتها فاطمة. الله يا فاطمة، صلوات الله على اسم فاطمة، والله اسم عظيم. العرب يفتخرون باسم فاطمة. ترى رسول الله يقول: أنا ابن العواتك، أنا ابن الفواطم. رسول الله ابن 7 من الفاطميات، ذاكريهم بالتاريخ. هاي فاطمة بنت حزام، وكبرت هاي البنت الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. فرد يوم صار عمرها لعله قريب 20،
وإذا بهذه البنت أم البنين سلام الله عليها. شوفوا أكو مشهدين خلي أرسم لك إياهم. هنا مشهد وأكو مشهد هناك يم أمير المؤمنين سلام الله عليه. عقيل يروح أمير المؤمنين يروح العقيل قال له يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. قال له ليش؟ قال لي تلد لي مولود ينصر ولدي الحسين في كربلاء. وذاك المشهد وين؟ أم البنين قاعدة ويا أمها وأمها تمشط شعرها وإذا بها تقول لها منام. شنو صار قبل هذا المنام؟ شنو صاير؟ هذا عقيل رايح الحزام. قال له يا حزام جئتك. قال له ايش عندك؟ طبعا راح بات عنده 3 أيام خارج المدينة. قال له ايش عندك يا عقيل؟ هاي 3 أيام انت في ضيافتي، امرك شنو؟ امرك مطاع سيدي، بما تأتي؟ بما تطلبني؟ قال جئتك خاطبا ابنتك لسيد الكتائب لفلال الكتائب ومظهر العجائب وسهم الله الصائب علي بن أبي طالب، فما تقول؟ اللهم صل على محمد وآل محمد يا قال له هذا الفخر كل الفخر والله هذا الفخر. ما أدري حسام وقته شنو كان وضعه ويشوف عقيل يأتي إليه ويقول له أنا جاي خاطب ابنتك لأمير المؤمنين. أنا لو أموت ما أتحمل. هذا لو من الفرحة يموت في حينها والله ما يلام، والله ما يلام. شنو أنا بنتي فخر لي لكم، بنتي تكون خادمة لكم أم البنين روح لها الفداء. هذا مشهد. والمشهد الثاني أم البنين قاعدة ويا أمها وأمها تمشط شعرها وتقول لها أماه إني في عالم الرؤيا رأيت رؤيا عجيبة. قال لها شفت يا بنتي يا فاطمة يا أم البنين؟ قالت يا أمه شفت أنا روحي في جنة خضراء وروضة غناء وأرى السماء صافية وإذا بي أنظر إلى السماء وإذا بي 3 أنجم يسقطون في حجري وأنا أنظر وأتعجب مما أراه. دققت النظر مرة أخرى والتفت إلى السماء وإذا بي أرى القمر قد تهاوى وسقط في حجري وأسمع هتافا من السماء يقول بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمري. بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمري. أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول كذا جاء في الخبر. تبشرها أمها تقولها ما يخالف إن شاء الله الرؤية تحقق هذه الرؤية إن شاء الله. وإذا سبحان الله يأتي إليها والدها يقول لها بنية تحققت هذه الرؤية. شنو أبتا؟ شنو الرؤية؟ قال هذا عقيل قد أتاني خاطبا إياك لعلي بن أبي طالب. وبالفعل صار الزواج المقدس. الله أكبر. وراحت أم البنين للبيت علي بن أبي طالب وهاي الهوادج وهاي الزينة وراحوا البيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. ادخلي يا أم البنين إلى بيت علي. قالت ما أدخل. ليش يا أم البنين؟ قالت ما أدخل حتى يقبل بي الحسن والحسين وزينب خادمة لهم. أنا خادمة لزينب، أنا خادمة للحسن والحسين. أكو قايلين بالتاريخ ذاكرين هذا الخبر. الحسين يومها كان مصاب بالحمى فسهرت أم البنين ليلة زفافها على رعاية وطبابة الحسين روح له الفداء. قد حبيت الحسين يا أم البنين. وهاي العمر كله ورزقت أم البنين بولدها الأكبر أبو فاضل. وقعدته قالت له يمه اقعد يا يمه خلي أعلمك خلي شوية أعلمك بعض الأشياء. قال له يمه علميني يا يمه. قالت يمه إذا جلست بين يدي أخيك الحسين فلا تجلس أمامه إلا بجلسة العبد أمام سيده ومولاه. لا تقول له أخويا قل له سيدي ومولاي أبي عبد الله. وسبحان الله وهكذا قد تعلم العباس أن يخاطب أخاه الحسين بالسيادة. يقول له سيدي أبا عبد الله سيدي ومولاي أبا عبد الله.
وهذا يوم ويلا يلا خلي أوديك ذاك اليوم. أم البنين ما متعودة تفارق الحسين تراها، ما متعودة تفارق أولادها. فاليوم صيحة نياط هوادج ضعينة طالعة. ايش عندك سيدي ابو عبد؟ قال يا الله يا ام البنين بعد طالعين بعد ما لنا رجعة للمدينة. ايش عندك سيدي ابو عبد الله؟ قال طالع الى العراق الكربلاء يمه. هذا يوم ودعت الحسين عليه السلام، ودعت زينب، ودعت كل الهواشم. مشت الضحينة نادت ابو فاضل، قالت ابو فاضل اوقف عندي حكي وياك يمه. تعال ابو فاضل. قالت يمه وداعت الله يمه عباس، يمه وداعت الله بالحسين هلتين هلا يما وفد ارواحكم المهجة الزارة. يما بعد ما وصيك على زينب ابو فاضل خلي عينك بعين زين. قال له يما ايش تقولي والله ايش تقولين واختي زينب خل تقرعه. يما لا توصيني على زينب، انا عيوني وراسي ورقبتي وكل ما املك فدوى اختي زينب. وودعت ام البنين ولدها العباس وضعينة الهواشم متجهين الى العراق. وظلت يوما بعد الآخر تنتظر أي خبر يأتي من ناحية العراق. وإذا بيوم من الأيام يدخل ذاك الناعي بشر بن حذلم يدخل المدينة. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. الصاير يا بشير؟ قال الخبر عند قبر رسول الله. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. راحوا لقبر رسول الله قال قتل الحسين فأدمعي مدرار. شلون قتل؟ قال الجسم منه بكربلاء مضرج والراس منه على القناة يدار. طلعوا اهل المدينة كلهم واحدهم يلطم على راسه والاخر يبكي وهذا يصيح وحسينا وذاك يقول يا ابن رسول الله. والنسوان طلعت واحدة تشق زيجها وواحدة تلطم على راسها ولن صوت من هالجمع الكبار طلعت مرة تمشي وتعدى. صاحت يا ناعش الخبر صوتك لعد الصخر فسار. وجه المصيبة الله أكبر الثار المرم عباس الأزهر. منو هاي؟ قالت بشرني على الحسين الصار بي يا ابا عبد الله. هذا نور عيوني انا ما اقدر افارق ابو السجاد. قال منو هاي؟ قال لا تلومها انا اقول قتل الحسين وهي تقول بشرني على الحسين. قال لا تلومها هاي ام عباس هاي ام الاربع ام البنين هاي. قال لها عظم الله اجرك بجعفر وعون. قالت الكل فدى الحسين. قال وعبد الله وياهم فرد كون. قالت الكل فدى الريحانة المختار. والله قال لها
العباس ايش تقولي؟ والله التويت وصاحت قل بقرة العين ما تحملت بعد. يقولون كانك رضيع على يديها الزقاطر هدلك كتفها ما تحملت. ابو فاضل تدري اذا راح العباس يعني راح ابو الزجاج، راح نور عيون الحسين. قال لها عظم الله اجرك بالحسين. قالت وين بيت زينب؟ وين زينب؟ لطمت على راسه. ايش قاعد تقول يا بشير؟ راح الحسين. زينب وين؟ بنيتي زينب حبيبتي زينب وين؟ قال روح لهذا زينب ببيتها قاعدة ببيتها. وزينب دخلت إلى دار الحسين. يا دار حاجي وحاجي يا دار وين حسين راعيك. ودخلت زينب الدار وبعد الزبايا وياها ووقفت مرة على الباب. قالت لا تطب علينا ولا وحده بعد لقد خزينا من كثرة النظر إلينا، لقد خزينا من كثرة الشامتين علينا. ما نريد وحده تطب علينا إلا معزية. إذا أم البنين جت على الباب طرقت الباب. اللي بالباب واقفة قالت سيدتي زينب قالت ما حد يدخل علينا. قالت قولوا لها قولوا لها قولوا لها أنا أمك أم البنين. زينب بس ما سمعت صوت أم البنين صاحت 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 يا الفواطم فكن الباب. والله وتلقى شريجتنا بالمصاب. هاي ام البنين ونسل الاطياب راحوا لها 4 شهور حساب. دخلت ام البنين اجت تسلم على وحده وحده. هاي الرباب ايش سوت بجاي السفر؟ وهاي سكينه وهاي ليلى ام علي الاكبر وهاي رمله. بعدين ام البنين قامت تسلم على وحده وحده وقامت تنشد النسوان يا المرأة. والله ام البنين سألت قالت ايتكن زينب. زينب التفتت قالت ما عرفتني يا ام البنين. مو اي حقك هاي مصايب كربلاء غيرتني. قالت والله تعذريني يمه تعديتك يا يمه وما عرفتك. لما نبى الحال يا يمه شفتك ايش سوت بيك يا زينب سفرتك وشلون على خوتك كانت وقفتك. وقعدت تسأل ام البنين من زينب يمه ايش صار بالسفر؟ قالت يمه خل اسولف لك انا تريدين تعرفين انا صار بيا يا يمه؟ يمه خل اسولف لك يمه. طب وين الديوان والله من جمعه من كل الاجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس. يمه من شافوني مهبط الراس صاحوا يا زينب وين عباس ولا ابو فاضل؟ قالت ايه يمه يا زينب انا جاي اسالك على هذا على عباس. شلون ابو فاضل قصروا وياكم لو لا؟ اريد انشدك على المحنه. يمه سوى الخواتم الخنه. يمه انا ادري بغيور وبيه ظنه وادري يا يمه لعب السيف فنه. يمه زينب يمه ان كانكم ما راضين عنا يمه لروح الكربلاء
وعاتبنا. قالت لا يا يمه ايش تقولي؟ وثلاث عام من اخوة الطيبين ما قصر ابو فاضل وياي. سوى يمه؟ قالت نطع عين لاجل الحسين، نطع راسه لاجل الحسين. يمه السهم نابت في عينه، يمه عمود من حديد قد هوى على راسه. يمه من وقع ما صح خيه، يمه من طول حياته ما صح الا سيدي. يمه بس هاي الموقف قال عليك من السلام اخي يا حسين. هنا فرحت ام البنين، قال ما قصرت. اي والله ما راحت تربايتي سدا، ما راحت هباء تربايتي. هاي ابو فاضل ما قصر، بيض وجهي قدام زين ابو فاطمه والزهراء. هنا التفتت الكربلاء، يلا بيت الدعاء وازلك الدعاء. قالت وجهت وجهها لصوب كربلاء، قالت الحمد لله يا يمه، والله الحمد لله يا يمه على نصيبي، او حلال عليك يا يمه حبيبي. ثم وجهت كلامها لابو عبد الله الحسين، قالت له يمه لو ندري بحليبي هل وفت شايال بعد ربيت لك يا حسين خوال. الحمد لله ما قصرت وياي، ما قصرت وياي يا ولادي. عباس تسمع زينب وتشتكي العطش الخواطر واندموا، وبصدر صعدت الفرات المفعمون. ابو فاضل ما قصر ويانا، بس ما نشتت زينب ونشتت سكينه. راح للنهار لكن ما قصر، ولكن سهم البين حال بينه وبين سكينه بين وبين زينب. هناك يم النهار قال شلون اشرب واخوي عزير عزير. والله والسكنة والحرم واطفال رضعان، وظن قلب العليل التابنيرة. إلهي بأم البنين، إلهي بهذه السيدة الطاهرة، إلهي بهذه المظلومة بمن فدت نفسها وأولادها دون أبي عبد الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم واكحل أعيننا بنظرة منا إليه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم انحال بيننا وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجنا من قبورنا شاهدين سيوفنا. اللهم فداء لمولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد،
ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم واجعلنا وجها عندك بالحسين في الدنيا والآخرة. ارزقنا زيارتهم يا الله في القريب العاجل وشفاعته في الدنيا والآخرة. لا تشغلنا في الدنيا إلا بخدمة الحسين والبكاء عليه وإحياء مجالس الحسين. وفقنا لما تحب وترضى، ولا تجعل في هذا المجلس طالب حاجة إلا وقضيت حاجة، ولا مهموم ولا مغموم إلا وكشفت غمه. أبعث اللهم ثواب مجلسنا هذا إلى سادتنا المعصومين وجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من قلدنا الزيارة والدعاء وثواب المباركة.